ازيكم عاملين ايه؟ احلى صباح على احلى فانز في الدنيا. تعالوا النهاردة هاخدكم معايا كده في يومنا وعملنا ايه وطبخنا ايه النهاردة. بس قبل اي حاجة تعالوا سوا نعمل كوباية شاي بلبن ونبتدي نفطر سوا. مين زي حالتنا كده الشاي بلبن بالنسبة له ادمان وما يقدرش يبتدي يومه من غيره. يعني يكون بقى جنبيها كده اي حاجة. وطبعا طالما شاي بلبن يبقى الفرن وحاجات الفرن اللي اول ما بنمشي جنبها بنشم ريحتها خطيرة. هبتدي افطر كده وتعالوا بعد كده نبتدي نوضب لغدانا النهاردة. وطبعا بما ان انا نويت وفكرت اشرب شاي بلبن فلازم البوتاجاز يشرب معايا. نفسي الاقي حل ما يخليش اللبن يفور مني كل لما اجي اشرب شاي. طبعا البوتاجاز خد الحبة اللبن بتوعه وانا خدت الحبة بتوعي والحمد لله. خلاص فطرنا وكمان صليت الظهر. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. دي كانت ملوخيه انا كنت مقطفاها امبارح وشلتها في التلاجة. وكمان قلت ايه دايما الملوخيه بتحب ان احنا ناكل معاها البتنجان المخلل. فجبت برضو بتنجان هنا عروس هخلله. احلى حاجه مع الملوخيه والباميه صراحه. وكمان جبت فلفل حامي كده اخضر واحمر عشان تتبيلة البتنجان. تعالوا بقى نغسل الحاجات دي ونبتدي نجهزها ونوضبها للغدا. فضي الملوخية بتاعتي كده. بصوا ما شاء الله ملوخية الصيف يا جماعة، والله انا بحاول استغلها يعني كل اسبوع ممكن اكلة ملوخية عشان بيبقى طعمها حلو، بتبقى مسكرة، بتبقى بلدي كده وطازة من غير مواد حافظة من غير مجمدة، حلوة ليكوا جدا وللولاد. ولو الناس اللي بيتعبها مثلا التومة والتقلية والحاجات دي، لو عملتيها بالشوربة بس وكلتيها وهي خضرة كده وفي الاوان بتاعها بتبقى طعمها تحفة ومسكرة جدا حتى لو ما عملتلهاش طشة التومة. جربوها على ضمانتي وهتطلع معاكم تحفة. تعالوا بقى نغسلها كويس قوي عشان نلحق ننشفها ونجهزها. هحط كده القرنين فلفل، هاخد كام واحدة كده على قدهم. اغسلهم برضو ونشفهم عشان لما اقليهم يبقى الزيت ما يطرطش ولا حاجة. بعد نغسل دول كده تعالوا نغسلهم سوا. يلا بينا نغسلهم سوا ونكمل يومنا النهارده. البتنجان بقى قشرنا الجزء اللي بيبقى فوق دوت وهنشفه بالمناديل عشان ما يطرطش مني في الزيت. وعلى ما الملوخية تتصفى، احنا صفينا اهي كده الملوخية غسلناها بس سايباها تتصفى شوية وبعدين احطها شوية في الشمس.
هقليه عشان يلحق يشرب من التتبيلة بتاعته. تعالوا بقى نتبل الفراخ بعد ما غسلتها كويس قوي بالدقيق وبالليمون وبالملح. خل اكيد اكيد لا مع الفراخ لانه بيزفرها وبيثبت الزفارة جدا فيها. فانا بغسلها الاول بالدقيق وبالملح واسيبها شوية مع شوية مية صغيرين كده، وبعدين بغسلها غسلة كمان بالليمون والملح واشطفها وانشفها كويس قوي عشان المية اللي بتبقى فيها ساعات بتعمل زفارة. تعالوا بقى نتبلها شوية قبل ما نبتدي نسلقها. لازم تسيبيها كده شوية في التتبيلة عشان برضو تديكي نكهة حلوة وعشان ما تبقاش زفرة معاكي. هنبتدي نقطع فيه البصلاية، وطبعا ان انتي تقطعي البصلاية احسن كتير من ان انتي تفرميها ناعم بالمبشرة او في الكبة. لو مش هتقدري تعمليها على ايدك اعمليها في الكبة بس تكون خشنة مش ناعمة. طب ممكن تسيبوني بقى اروح اكمل عياط وامسح دموعي كده على ما البصلايه تخلص وهجيلكوا تاني. خلاص خلصت دموع البصله اهي. هتبتدي تحطي عليها شويه ملح وهحط لها شويه فلفل ما بحطش بهارات، مش بحط اي توابل تانية الا لو عايزين تحطوا ورق لورا وحبهان، لكن البهارات نفسها بابريكا، بهارات لحمة، بهارات فراخ مش مستاهلة. الفراخ نفسها بتطلع طعم حلو. كفاية قوي الملح والفلفل والبصلاية دول بيتبلوها احلى تتبيلة. كمان لو جربتوا التتبيلة دي للبانيه، شوية بصل وشوية ملح وفلفل وبهارات بس للبانيه، بيبقى طعمه روعة احسن ما تقعدي تكتري من البهارات، مع طبعا شوية زبادي. هبتدي بقى البس الجوانتي طالما همسك الفراخ، عشان انا عندي فوبيا ان انا المس الفراخ بايدي وبعد كده ارجع امسك حاجة تانية، عشان بيبقى فيها سالمونيلا، فغلط ان هي تنتشر على الادوات بتاعتك وفي المطبخ. فبحب ان انا امسكها بحاجة وبعدين اغسل ايدي او ارمي الجوانتي، و بعد كده اتصرف عادي، يعني بدل ما تبقى ايدي كلها فراخ. يعني صراحة بتجيلي فوبيا، يعني حتى لما بشوف حد مثلا ماسك الفراخ ورجع مسك حلة او معلقة او اي حاجة، بحس ان انا متوترة كده. ولا غلط يا جماعة، في ميكروبات، حاجات احنا مش شايفينها، فبتجيلي زي فوبيا كده. احط شوية فلفل تاني ادعكهم كده. لما بندعك الفلفل والملح مع البصل، البصل بيطلع ريحته كده ونكهته صراحة والله تحفة تحفة، بتضيع معاكم كمان اي زفارة. ابتدي ادخلها كده على جنب. ابتدي بقى اتبل بيها الفراخ. احط طبعا شوية كده بالايد دي، اقعدوا بقى تتبلوها كده، تدخلوها في كل الاركان بتاعه الفرخه زي ما قلت لكم، غسلاها ومنشفاها. وساعات بيبقى فيه هنا بين الجلده واللحمه جزء غشاء خفيف كده، ده لازم يتشال عشان ده برضو بيعمل زفاره. احشيها كده من جوه الجلد
نفس القصة مع الصدر برضو، احشي كل اجزائه كده، بجد بجد بتديها نكهة تحفة. هنا بين اللحم كده، هنا برضو كده بحشيها، احاول احشيها كلها كده. لو انت حاسه ان انت بعد ما بتغسلي الفراخ وتعملي كل الخطوات دي الفراخ بتاعتك برضو لسه زفر، حاولي تغيري الفرارجي عشان بتبقى المرعى بتاعها نفسه مش نظيف، مش احسن حاجه يعني. عشان كده مهما غسلتيها وتبلتيها وعملتي زي ما احنا بنقول بتفضل معاكي زفره. اي جزء كده هحط فيه البصل مع الملح والفلفل وبس كده. نسيبها بقى ساعه، نص ساعه، ساعتين، ان امكن زي ما يمكن معاكي، وزي ما يكون معاكي الوقت مناسب. كل ما تسيبيها كل ما تبقى احلى، كل ما نسيبها في التتبيله كل ما تبقى احلى. ما تنسيش تنشفيها من الميه. فبقى كده مع نفسها شويه لحد ما احضر بقيه الحاجات، وبعدين اسلقها كده، هسيبها ساعه ولا حاجه او نص ساعه. قشرت بقى التوم وهنبتدي نعمل خلطه البتنجان. كده توم عليه، هضيف عليه كمان فلفل اخضر واحمر، هحط عليه رشه ملح، رشه كزبره، ورشه كمون، ورشه شطه بتديله برضو تست حلو مع الفلفل الاخضر. هضرب كل دول في الكبة او في الهون، ادقهم كويس قوي لحد ما ينعموا خالص في الهون، ونبتدي نزود عليهم الاضافات التانية عشان تتبيلة البتنجان كده تبقى جاهزة. انا هعملهم النهاردة في الهون. هدلق كل ده، بصوا بعد ما فرمنا الثوم وضربناه هفضيه عندي بقى في الطبق. بقى في الطبق هنا هنا المية بتاعت سلق الفراخ بتغلي خلاص، حطيت فيها ورق لورا وحبهان وبقيت البصلايه اللي انا كنت بشراها، وهنا الزيت بيسخن عشان اقلي البتنجان المخلل اللي هعمله. صراحة البتنجان في القلي احلى بكتير من المسلوق، ده رأيي. لو حد ليه رأي تاني اكتبولي كده وقولولي بتحبوه اكتر مقلي ولا مسلوق. نسيت اقول لكم البتنجان هنا عندنا البتنجان هنا بديله فتحة كده بالسكينة عشان يستوي من جوه، وعشان ايه يبقى مستوي يعني ما يبقاش ناي من جوه. بسم الله. لسه بسم الله. البتنجان الزيت برضو هبتدي احطه بقى،
هنتبل بقى البتنجان بتاعنا في الخلطة، ونبتدي ان احنا نتبله كويس قوي كده عشان يشرب من التتبيلة، ونسيبه لحد ميعاد الغدا. وادي طبق البتنجان بتاعنا، بجد رهيب وبيفتح النفس بشكل جميل جدا. بس ما تكتروش منه عشان الاملاح، وعشان ما ناكلش اكتر ونتخن اكتر. بألف هنا وشفا. هنا بقى بحط التركاية دي او سر من اسرار ملوخية بتاعت بابا مش ماما. كان دايما يحط معلقة كده من الصلصة على شوربة الملوخية، مش سكر خالص. وكمان بتديها التسكيرة بدل ما نحط السكر. تاني حاجه برضو دايما اتعلمتها من بابا، يعني هو كان بيعمل ملوخيه تحفه صراحه، وكان دايما يقول لنا سيبوها انا اللي هعملها. ان انت بتقللي كميه الشوربه عشان ممكن ما تقدريش تويمي كده كميه الملوخيه مع الشوربه، فقللي الشوربه، يعني شيلي من الشوربه كده شويه، وبعدين انا هقفل عليها بس دلوقتي. وبعدين لو حسيتيها تقيله زودي لها تاني. لكن لو انت عملتي شوربه كميه كبيره وطلعت الملوخيه خفيفه ملهاش حل، مش هتقدري تعالجيها. لكن العكس، لو الشوربه قليله والملوخيه تقيله تقدري تضيفي لها الشوربه براحتك، الكميه او السمك اللي انت حباه. وادي الملوخيه بتاعتنا بعد ما خرطتها بالمخرطه يا جماعه. وصدقوني المخرطه احلى كتير من الكبه ومن الخلاط والحاجات دي، بس بتاخد شويه وقت، بس في الاخر بتديكي تست حلو وقوام حلو قوي. هنا بعد ما الشوربه غليت طفيت عليها خالص، لاني مش عايزه الملوخيه تغلي ابدا وهي في الشوربه، دي حاجه غلط جدا. الملوخيه مش بتغلي والله. هبتدي بقى احط كده الملوخيه في الشوربه بتاعتي. انا نقصت من هنا الكميه، بسم الله. هقلبها بقى كده لحد ما تدوب في الشوربه بتاعتي. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس بصوا اللون والقوام عامل ازاي، غير المجمده خالص. بصوا يعني هي كمان طالعه في الصوره اغمق، لكن هي فاتحه خالص، لكن الاضاءه مش مبينه الخضار بتاعها. بجد غير الفريش، غير خالص. بصوا عايزه اقربها لكم عشان تشوفوا لونها اخضر وحلو ازاي. وهنا جهزنا التومه. الاول بعد ما تستوي التومه هبتدي اعمل بعد ما التومه تتحمر شويه ابتدي اضيف الكزبره الناشفه عشان بتتحرق بسرعه. وهنا هرجع اولع على الملوخيه عشان تسخن مع الشوربه وتندمج كده معاها. وطلعت العيش من الفريزر وخلاص كده ايه هفنش معاكم. خليكم معايا عشان تسمعوا الطش.
وكده نكون خلصنا النهارده وجبه الغداء. العيال جعانين بقى، هخش احط لهم الاكل كده بسرعه بسرعه، وقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. ولو بتحب الفيديوهات اللي من النوع ده برضو قولوا لي عشان اكتر منها. ادي الرز اللي بالشعريه، ادي الملوخيه الخضراء العسل بتاعتنا، شويه شوربه عشان البرد. كل ده مش هينفع من غير طبق بتنجان مخلل يفتح النفس، والفرخة البلدي المحمرة بتاعتنا بألف هنا وشفا. وبما ان اليوم خلص على كده مش هقدر اقف تاني في المطبخ بعد الملوخيه والاكله دي كده كلها، فقلنا نجيب اي حاجه حلوه كده على السريع، لاني صراحه مش قادره اقف اعمل اي حاجه. طبعا الجو الحر ده مفيش احلى ولا اطعم من الايس كريم. قولوا لي بقى انتوا بتحبوا انواع ايه في الايس كريم؟ ايه اكتر نوع بتحبوا دايما تاكلوه في الجو اللهيب والحر اللي احنا فيه ده؟ صراحة ده انا جربته خطير، بعشقه صراحة. يعني طعمه حلو جدا وسعره قليل على طعمه، ومش قليل يعني سعره معقول، يعني مش غالي، وطعمه جميل جدا جدا. البطيخ حلو قوي، طعمه عامل زي اللبان اللي بالبطيخ ده. واخيرا بقى ده جربته بجد تحفة. ده عامل بالظبط اكنك بتاكلوا زبادي بالتوت، يعني اللي هو الزبادي اليوناني ده، بجد روعة روعة، طعمه حلو قوي، جربوه يعجبكم. انا لما باجي اختار هختار ده حاليا، بجد طعمه رهيب مع الصوص ده، بجد بيديكي احساس الزبادي فعلا. مم. زبادي يوناني يوناني يعني. يلا اشوفكم على خير بقى، وما تنسوش تكتبوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاعنا النهارده. وبس كده، النهارده يومنا خلص والفيديو كمان بتاعنا خلص. ده كان اول فيديو اعمله كده كله على بعضه زي فلوج طول اليوم. لو عجبتكم النوعيه دي من الفيديوهات اكتبوا لي تحت، ونبتدي نعمل منها سلسله، وكل يومين كده ابتدي اعمل لكم يومي من اول ما بصحى لحد بالليل. بحبكم وهتوحشوني، والسلام عليكم.